السلام عليكم، عاملين إيه؟ أنا نوران مدكور ودي حلقة مهمة أوي من برنامجكم المهم والمشهور أوي ليا أنا واتنين من صحابي بيكسل سبيس. حلقة النهاردة اعتبروها دردشة وشوية نصايح لأي ديزاينر سواء قديم أو لسه بيبدأ، عشان بس ما تتصدمش كده من البداية. أنا بعتذر جدا جدا على صوتي، بس أنا واخدة دور برد عنيف، بقالي فترة كبيرة أوي بأجل الفيديو ده، بس كده كفاية. في الفيديو ده هنتكلم عن نصايح لطيفة وبسيطة عن إزاي تتعامل مع عميل صعب من بداية استلام البريف لحد التسليم. لو حابين تعرفوا أسرار تعاملاتي مع العملاء الصعبين يلا بينا نبدأ. الجزء الأول، استلام البريف. أول حاجة وأهم حاجة هي استلام البريف. تخيل كده تكون بتفصل بدلة العميل، ما عندكش ليه أي بيانات، لا مقاسه ولا لونه المفضل ولا الستايل بتاع البدلة اللي هو عاوزه. اللي هيطلع معاك في الآخر حاجة كده مش مفهومة، لا العميل هيعجبه ولا انت شخص مرتاح انك تسلم التصميم. لذلك لازم انت تسوق الموقف وتبدأ تسأل عميلك شوية أسئلة، من خلالها بتحدد هتمشي ازاي وهتعمل ايه بالظبط في التصميم. العميل الصعب غالبا بيكون مش عارف يشرح اللي في دماغه، زي ما بيقولوا كده، كل واحد عنده فكرة بس مش قادر يترجمها، أو يمكن يكون متردد ما بين عدة أفكار كتير، وده دورك إنك تحل اللغز. وعشان انت مش ساحر ولا أنا ساحرة، هقدر أقولك على شوية أسئلة تبسط عليك الأمور. أول حاجة هتقولها له، إيه الهدف من التصميم؟ التصميم لأي منصة عشان تعرف المقاس اللي هتشتغل عليه. مين الجمهور المستهدف؟ هل عندك أمثلة تصاميم بتحبها وعايز نشتغل عليها؟ هل في ألوان أو خطوط محددة حابب نستخدمها في التصميم؟ وريني الشعار بتاع حضرتك، وبناء على الشعار هتعرض عليه عايز نمشي بنفس الألوان ولا لأ، لأن في عملاء هتجيلك ألوان الشعار بتاعهم مش مناسب تماما للعلامة التجارية بتاعتهم، مش مناسب خالص للمجال بتاعهم. مثلا واحد فاتح مطعم عامل الشعار بتاعه لونه مثلا أزرق، وده طبعا ما ينفعش. فأنت هتقترح عليه الألوان المناسبة للمواد الغذائية، وهتقوله يفضل نستخدم كذا يا فندم. وافق تمام، ما وافقش خلاص بقى انت كده ايه، مجبر تستخدم ألوان الشعار اللي انت مش مقتنع بيها. وعشان تسهل الموضوع عليك أكتر، خلي معاك مثلا 3 نماذج، ابعت له النماذج دي سواء من شغلك أو من أي شغل تاني، بس طبعا توضح للعميل إن ده حاجة من النت عشان ما تفقدش مصداقيتك لو هو شاف التصاميم دي عند حد تاني. قوله أنا بوري حضرتك النماذج دي عشان أعرف ذوق حضرتك أو أي نمط أنت تحب نتبعه. في عملاء كتير هيقولوا لك امشي على ذوقك، إلا إن هو ما يفهمش في التصميم مثلا أو مش عارف، ويمكن أنت تقترح عليه حاجة أعلى وأعلى لما تبدأ تنفذ. فده برضو الموضوع سهل عليه. قوله أنا عايزك بس تقولي أنهي تصميم فيهم مريح لعينك أو مريح لذوقك، وبناء عليه أنت هتمشي على نفس النمط، لأن التصاميم ليها آلاف الستايلات. فأنت لازم تبقى عارف هو حابب يستخدم العناصر إيه، مثلا فيكتور 3D، مش حابب يستخدم صور أشخاص. لو عنده حاجة معينة حابب يبرزها في التصميم، جملة معينة، طب فهمني الجملة دي هي الجملة الرئيسية ولا الجملة الفرعية. الحاجات دي كلها تفرق معاك وقت التنفيذ وهتسهل عليك جدا، خصوصا لو عميل جاهز وشاطر كده، عارف هو بيستخدم أنهي فونت فهيبعت لك، عارف هو بيحب ألوان إيه أو هتمشي على نفس ألوان الشعار بتاعته. كل الأمور دي هتسهل عليك جدا، وهتسهل جدا من التصادم اللي ممكن يحصل لردة فعل العميل لو انت عامل حاجة من الغرب وهو عايز حاجة من الشرق. الجزء التاني، اطلب مقدم لشغلك وما تتكسفش. نيجي بقى للمناهدة والفصال والرفض وعدم الثقة. هنا أنا كان ليا رأي مختلف شوية. أنا بالنسبة لي مش ببدأ أي شغل قبل ما أخد المبلغ كامل. أنا بانية معرض أعمال في أغلب المجالات، وبنيت ثقة للعملاء من خلال إن الأكاونت بتاعي قديم، عندي أكتر من أكاونت على مواقع الفريلانس، فبالتالي في شوية ثقة كده. العميل أول لما يشوف الأكاونت قديم وعليه شغل وفيه كل حاجة، وقتها يقدر إن هو يدفع. ولحد دلوقتي أنا بيجيلي ناس بيرفضوا إن هم يدفعوا، ومفيش مشكلة، أنا مش هبدأ برضو شغل لحد ما تدفعوا، عادي جدا، الموضوع بسيط.
الموضوع عرض وطلب. أنت بقى لسه بادئ، طبعًا مش هيبقى عندك الجراءة والقدرة إنك تجبر العميل إنه يدفع حتى لو 50% من المبلغ، فبالتالي عندي رأيين. الرأي الأول أو الحل الأول إنك لازم قبل ما تبدأ سوق العمل تبقى واثق من شغلك وإنك قادر تنجز المهام، فبالتالي هتدرب نفسك على شغل الزملاء، هتدرب على شغل ناس كتير قوي قلت في البداية. بس لحظة، أي حاجة هتقلدها هتبقى قص ولزق كده، ما تنزلش على معرض أعمالك أبدا أبدا أبدا. اللي هتقلده ما تنزلهوش، ده مجرد تدريب لنفسك لو انت مش قادر تنزل شركة تتدرب فيها. تمام، اتدربت وايدك خدت على الشغل وبقيت عارف انت هتشتغل ايه بالظبط وتخصصت مثلا في التصاميم السوشيال ميديا. هنبدأ بقى نعمل بروفايل لشغلنا. مش معقول برضو كل ما تقدم على شغل هتبعت الصور كلها اللي انت نفذتها للعميل، الموضوع بيبقى مزعج. لازم تبدأ على أي منصة تعمل عليها معرض. عندك انستجرام مثلا، عندك بيهانس، عندك حاجات كتير قوي ممكن تعمل عليها بروفايل لنفسك ويكون عليها شغلك. تمام، زي ما اتفقنا النقطة المهمة، الشغل اللي انت مقلده بالظبط ما ينزلش على معرضك، لأن ده بيفقد المصداقية والعميل مش هيثق فيك. تمام، مفيش مشكلة إن أنت تنزل شغلك من البداية، وطبعا إحنا كلنا لما بدأنا شغلنا ما كانش يتشاف عادي جدا. أنا لحد دلوقتي عندي شغل من 8 سنين، مش حلو طبعا، مش زي دلوقتي. لازم تتابع تطوراتك، لازم يبقى العميل عارف انت بدأت ازاي ووصلت لفين. فدي حاجة انا بالنسبة لي بشوفها حاجة حلوة جدا. احنا مش بنطلع السلم مرة واحدة، احنا واحدة واحدة. فبالتالي طبيعي شغلك في البداية يكون لسه مش قوي. تمام، هنبدأ نبني المعرض ازاي واحنا ما عندناش عملاء؟ النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. انت دلوقتي ما عندكش عملاء، فبالتالي ما عندكش اي اوردر بيجيلك تقدر تنفذه وتتدرب عليه. في مواقع كتير قوي بتساعد في الموضوع ده، هفتكر بس اسمها وهكتبها تحت. بيدوك اوردر ان انت تشتغل مثلا شعار معين، او تصميم سوشيال ميديا معين بجمل فيك وهمية وبهويات وهمية. بس احنا نسهل الموضوع على نفسينا. انت مثلا طالبة في دماغك تعمل تصاميم كامبين مثلا 6 صور مثلا لمطعم. هتعمل ايه؟ هتدخل تفيك اي شعار، تقلد شعارات عادية، تغير الاسم، تغير الايكون، تعمل يعني لوجو وهمي. تمام، اللوجو ده لوجو مطعم، ده هيبقى اساسك، ده اللي هتبني عليه الهوية، هتبني عليه الخلفية، اللون وكده. وبعدها هتبدأ تشوف منتج عايز تستخدمه مناسب للمطعم، مثلا بروستد مثلا، حاجات كريسبي مثلا كده، وتكتب جملتين. وطبعا شات جي بي تي هيساعدك جدا في اختيار الجمل لو انت مش قادر تخترع جملة تبني عليها تصميم. تمام، هتبدأ بقى تعمل شغل وهمي، عيادات، مطاعم، مواد غذائية، مواد طبية، أي حاجة تيجي على بالك. ولازم المعرض بتاعك يبقى غني بأكتر من مجال، ده هيخلي العميل يبقى واثق فيك وقت التنفيذ. لأن في عملاء هتجيلك تقولك انت ما اشتغلتش عقارات قبل كده، انت ما اشتغلتش في مطاعم قبل كده. طب احنا نقطع على نفسنا الطريق ده ونعمل شغل وهمي لأكتر من مجال. ادي لنفسك مثلا شهر كامل، بعد طبعا ما تكون اتدربت وعارف كل التولز بتاعت الفوتوشوب مثلا. تمام، لو هتشتغل فوتوشوب بس، لازم تدي لنفسك مثلا شهر، احبس نفسك في الأوضة، أكلك شربك نضارتك لو انت بتستخدم نضارة، قدامك الكمبيوتر أو اللابتوب، عايش عليه إنك تشوف تغذية بصرية على مواقع زي مثلا بنترست مثلا، تشوف شغل حلو، عينك هتتعود على الشغل الحلو وهتعرف تنتقد شغلك. يعني في بدايتي كنت بعمل التصميم وكنت باطلع مثلًا من الأوضة، أفضل بقى كده أريّح عيني شوية، أعمل أي حاجة برّه، أدخل والصورة التصميم اللي أنا عاملاه بيبقى مفتوح على الكمبيوتر، تمام، على الشاشة. أشوف التصميم بعد ما بعدت عنه شوية كده، والله، والله أوقات بيبقى عاجبني في البداية، بعدها أغيّره تمامًا، أغيّره، ما بقيتش مقتنعة بيه. حاسة إن أنا طول المدة اللي أنا قعدتها على الكمبيوتر وأنا شغالة عليه، عيني أخدت عليه فبقى عادي. لمّا بعدت عنه ورجعت،
انتقدته وشايفة إن هو لأ مش مستوى كويس. فبالتالي عينك لازم تتعود على الشغل الحلو عشان تعرف تنتقد شغلك في البداية. الفيديو ده معلش هيبقى طويل شوية لو حد بيمل يعني، بس هو فيه والله يعني فيه تفاصيل حلوة. المهم إحنا كده وصلنا لنقطة إزاي تطلب مقدّم لشغلك، إن أنت لازم يبقى عندك معرض أعمال كويس، سابقة يعني أعمال، لازم العميل يشوف إن أنت متنوّع في مجالاتك. أنا مثلًا حد عايزة أعمل مثلًا شغل لعقارات، أنت ما عندكش عقارات، فبالتالي هادوّر على حد عنده بالفعل حاجات عاملها لعقارات عشان أشوف مستواه فيها أو أفكاره فيه واصل لحد فين، تمام؟ فبالتالي عدِّد مجالاتك في المعرض اللي أنت هتعمله، وما فيش مشكلة تنزِّل شغل وهمي، أنا منزِّلة شغل وهمي وأغلبنا منزِّلين شغل وهمي، عادي جدًا، تمام؟ فوقتها العميل هيشوف إن عندك أعمال كويسة، هيثق فيك إن حتى يدّيك 50% من المبلغ، ده بس إيه، حُسن نيّة للعميل ليك. أنا عايزة أقول على حاجة، في البداية أنا اتنصب عليّا كتير وشهور، مش كتير اللي هو مثلًا task وخلاص خلص، أنا اتنصب عليّا شهور لإني كنت باشتغل مع شركات تسويق بدون ذكر الدولة أو الاسم، كان بيشغّلني شهر كامل، اللي هو إزاي يعني تاخدي فلوس مُقدّم؟ فأنا طبعًا كنت لسه جديدة وما كانش عندي الجرأة إن أنا أطلب، فباشتغل بيقول لي: "لأ، أنتِ بتقبضي زي الموظفين آخر الشهر." تمام، اشتغل شهر كامل، أتفاجئ آخر الشهر إنه عامل لي بلوك، مش عارفة أوصل له، مش عارفة أعمل أي حاجة، تمام، فلأ، عشان بس أنت تبقى شغال مرتاح نفسيًا، اطلب حتى لو 50% لو العميل ده أنت ما تعرفهوش، تمام، عشان تبقى مرتاح. خلصنا نقطة العربون. الجزء التالت أثناء الشغل. المرحلة دي هي أصعب جزء. ليه بقى؟ ليه؟ لإن العميل ممكن يغيّر رأيه تاني وتالت، وصدّقني ممكن أقول لو ممكن يغيّر رأيه رابع وخامس وسادس. أثناء وأنت شغال ممكن يطلع لك العميل يا باشمهندس لأ باقول لك إيه، أنا غيّرت الفكرة فاعمل لي فكرة كذا، لأ أنا غيّرت الجملة فأنت باين التصميم على الجملة، لأ أنا غيّرت الجملة بقى تخيّل، عادي بالبساطة دي، تمام. لازم تبقى صبور شويتين، تبقى مرن شويتين، ولازم تعرف إن مش كل العُملا شبه بعض وكلّهم اسطمبة واحدة، لا والله خالص، في عُملا هتقابلك أول ما تصمم التصميم تبعته له، تمام تسلم إيدك وخلاص الموضوع انتهى، وفي عُملا تانيين يعني تعديلات بس تعديلات مقبولة، ما فيش مشكلة. أنا عندي عُملا بتعدِّل بتحلّي من التصميم، ومش مكسوفة إن أنا باقول كده. في عُملا تعديلاتها بتضيف للتصميم، وفي عُملا تانية بيقلبوا الكرسي، يعني التصميم بيبقى مش مفهوم له وِش من ضهر من أي حاجة، فمعلش كُن صبور والبداية هي الأصعب. هنا بقى لمّا العميل يغيّر رأيه مرّة و2 و3 و4 النقطة دي أنت ممكن تتجنبها تمامًا إنك في البداية تكون عندك قاعدة واضحة من البداية. هتسهِّل عليك الشغل. مثلًا أنا دايمًا مع العُملا الجُداد بافهِّمهم أنا باعمل التصميم وليك مثلًا 3 مراجعات أو 4 مراجعات. أي نعم أنا مش دايمًا بامشي بالمبدأ ده والله، يعني أوقات مثلًا العميل بيطلب أكتر من 10 مرّات تعديل وأنا ما باقدرش أقول له لأ، بس أنا باتكلّم كبداية ابني بس حتّة ابني line يعني ابني خَط كده تبقى ماشي عليه إنّك عندك عدد مراجعات معيّن. الإضافات الزيادة اللي بعد العدد ده مثلًا بتبقى برسوم إضافية. مدة التسليم، تبقى مفهِّم العميل الorder اللي أنت واخده ده هتسلِّمه في خلال وقت قد إيه، ما تسيبش الموضوع للعميل. مثلًا التصميم أنت بياخد معاك مثلًا 4 ساعات تمام، وهيطلع معاك perfect تمام، قُل له أنا في خلال 4 ساعات، 5 ساعات هيكون التصميم جاهز. حاسس إنك مش قادر تسلِّم في نفس اليوم، عادي، أنا باقول للعميل مدة التسليم في خلال 24 ساعة عمل، ما فيش مشكلة، تمام، المدة دي أنت واخدها بالزيادة، خلّصت التصميم قبلها ابعت التصميم ما فيش مشكلة، بس طبعًا ما تبقاش متّفق على يوم كامل تروح تبعته بعد ساعة، ده لوحده أصلًا علم أحمر بالنسبة للعميل، إن أنت كروِتّه، وفي عُملا يعني هيشكّوا فيك، فبالتالي أنت متّفق على يوم ما ينفعش تسلِّم في ساعة،
سلِّم يا عم في 5 ساعات، 6 ساعات، بس وضّح إن أنت اشتغلت بالفعل على التصميم وقعدت مدة كافية إنك تشوف إذا كانت الفكرة دي كويسة والّا هنغيّرها، وحتّة إن أنت ماشي على line معيّن وقايل للعميل مدة تسليم وعدد مراجعات، ده بيوضّح للعميل إنك منظَّم، إنك مش هتقضّي زهرة شبابك وتفني عمرك كلّه في تعديلات لا نهائية لحتّة تصميم حيلة يعني عذرًا. نصيحة ذهبية، التواصل المستمر مهم جدًا للعميل، لو العميل قال لك محتاج تعديلات، حاول تكون صريح معاه في كل خطوة، في حاجات هتعرف تنفذها، وفي حاجات العميل بيبقى عايزك ساحر، لا أنت ساحر ولا أنا ساحرة زي ما إحنا متفقين، فبالتالي التعديلات تكون واقعية، تمام؟ ما ينفعش مثلًا يقول لك هات لي حاجة من اليابان مثلًا في تصميم أصلًا بيستهدف مصر، فأنت لازم يكون عندك وجهة نظر، لأ يا فندم ما ينفعش، ده غلط تسويقيًا ولازم تبقى فاهم جزء تسويقي شوية عشان ده هيساعدك جدًا في الردود مع العملا، تمام، أنا قُلت تمام كتير. الجزء الرابع وقت التسليم، وأخيرًا هنوصل للمرحلة النهائية من التسليم، لو كل حاجة اتعملت صح، العميل هيكون مستعد يقبل التسليم ولكن دايمًا في احتمالية إن العميل يطلب تعديلات بعد التسليم وبعد الموافقة، يعني مثلًا أنا سلِّمت العميل التصميم، شافه وعجبه قال لي تسلم إيدِك التصميم يجنن، بعد 3 دقايق شاور شلة من أصحابه وقالوا له التصميم مش قد كده يعني، فلعبوا في دماغه وجه لي العميل قال لي التصميم مش قد كده، يا باشمهندس أنت قايل لي يجنن. يعني ما كانش قصدي غلطة مطبعية، عادي جدًا، هاكون صبورة، هاعدّل على التصميم طبعًا في حدود المتاح زي ما اتفقنا، في حدود المعقول، تعديل معقول، ما ينفعش يبقى موافق على التصميم وعلى أساسه ييجي يغيّره ويقول لك لأ اعمل لي تصميم تاني، لأ دي بقى فيها حساب تاني وده حقك، حقك تطلب وقتها حساب تصميم تاني لإن أنت تمِّت الموافقة المبدئية على التصميم، تمام؟ تعديلات ما فيش مشكلة، تعديل جملة عادي، تعديل مثلًا عنصر معيّن غيّره، طب كبّره، طب كبّر الlogo شوية، الجو ده، عادي، عادي ما فيش مشكلة. الموضوع وسع مننا وإحنا داخلين على الدقيقة الكام؟ تمام، تمام. عشان نختم بس، المفروض العميل في نقطة بس نسيت أوضّحها، لو أنت لسه بادئ ومش قادر إن أنت تخلّي العميل يدفع جزء من المبلغ، أنت ممكن تحُط التصميم بتاعك على mock up مثلًا لو شعار أو تصميم مثلًا poster مثلًا يتحط على mock up وتكتب عليه اسمك متكرر وتقلل الopacity بتاعته، فبالتالي مش هيتسرق منّك، ولو العميل رفض فمعلش ده كده إيه مش داخل جَد، يعني أنت ما رضيتش تدّي له عربون وكمان مش عاجبك إنه حاطط حقوق ملكية أو حقوق اسمه على التصميم، فلأ ده كده داخل يهزّر، تمام، ما تضيّعش وقتك مع الناس اللي بتنهِّد كتير، ما تضيّعش نَفْسك مع العُملا اللي ذوقهم أسلوبهم وِحِش جدًا في التعامل، لإن ده هيوتّرك ومش هتقدر تطلّع له تصميم كويس، وزي ما في الوِحِش في الحلو، في عُملا كويسين جدًا، 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 في عُملا بجد، بجد بيكسفوك من كتر ما هُم ذوق جدًا، وإن شاء الله هتقابلهم في حياتك على مدار السنين الخبرة اللي هتكتسبها إن شاء الله. أنا طوّلت عليكم جدًا وأنا آسفة على صوتي، أنا تعبانة، خلّيك دايمًا ودود، خلّيك دايمًا أسلوبك كويس مع العميل، بس ما تفرطش أوي في العطاء وما تفرطش أوي في الوِديّة. أشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ده دوسوا لايك وسبسكرايب يعني كإنها ألف سلامة عليكِ، مش هاقول لكم أكتر من كده.